النهارده يمكن عاملين فعاليه بشكل استثنائي في يعني بالتزامن مع عيد دمياط القومي. عندنا فعاليه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه. الفعاليه دي ما بين وزاره الصحه والسكان ووزاره الشباب والرياضه، ان احنا بنغطي النوادي. يمكن دي حاجه مش بنستهدفها في الشكل الطبيعي للقوافل، دايما بنستهدف القرى والاماكن البعيده والمحرومه، لكن احنا المره دي البروتوكول بتاعنا مختلف شويه مع الانديه، وبنستهدف اللاعبين والمترددين بصفه عامه على النوادي. فالقافله النهارده مكوناتها عباره عن 3 تخصصات طبيه. موجود معانا الباطنه والاطفال والجراحه والمسالك. موجود كمان معانا صيدليه متكامله فيها كل الادويه اللازمه. موجود معانا فريق مبادرات رئاسيه فيها مبادرات عن الامراض المزمنه، صحه المراه، قياس الضغط والسكر، الاعتلال الكلوي. في كل انواع المبادرات الرئاسيه موجوده. وكذلك معانا فريق من المثقفين الصحيين، طبعا بيعملوا على رفع درجه الوعي عند المواطنين المترددين على القافله. ومعانا طبعا صيدليه متكامله فيها كل الادويه برضو زي ما وضحت لحضرتك. يعني موجود المبادره هنا، المبادرات الرئاسيه كلها زي مبادره الامراض المزمنه للكشف عن الضغط والسكر. معانا برضو الاعتلال الكلوي وصحه المراه وفحص الثدي، كل ده متوفر من خلال القافله وبيتقدم للمريض مجانا. دوره المريض بتبدا من هنا، من عند شباك التذاكر. المريض بيتوجه للشباك هنا بالرقم القومي الخاص بيه، واذا اللي موجود طفل برضو بيجي شهاده ميلاده، بيتم قطع التذكره ليه طبعا مجانا، وبعدها بيبدا يتوجه للعياده. الصيدليه النهارده فيها اكتر من 70 صنف دوائي، كلهم بيغطوا التخصصات الطبيه اللي موجوده معانا. طبعا معانا ادويه في تخصصات الباطنه، الاطفال، الجراحه، المسالك، العظام، كل ده موجود معانا في الادويه بنغطيها بشكل كامل. هو الدكتور دلوقتي بيشوف الفحص الخاص بالمريض على التليفون نتيجه الفحوصات اللي تمت ليه، وبيراجع المريض فيها، وبناء عليه هيتم التشخيص وعمل اللازم وكتابه الادويه اللازمه او توجيهه لمزيد من الفحوصات. طبيبه الاطفال هنا بيتم الفحص على الطفله اللي موجوده، وطبعا بيتم الفحص في كل العيادات وبشكل كامل ولمده يوم واحد النهارده. مواعيد العمل النهارده من 1 ل 8 مساء، وان شاء الله بس كده. الدكتور الصيدلي اللي موجود بيعرف المريض يقدر ياخد ادويته ازاي وكيفيه الاستعمال، وبيكتب على كل واحده فيها طريقه الاستعمال الخاصه بيها، وبيسلم الادويه للمريض.